السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده انا جاي اتكلم عن مقتل الصيدلي المصري احمد طه في السعوديه. الراجل اللي متغرب بعيد عن اهله، بعيد عن اصحابه، بعيد عن حبايبه، بعيد عن بلده، بعيد عن كل الناس اللي بيحبوه، وعايز يبني مستقبله، عايز يوفر حياة كريمة لاهله. اتقتل غدر، نسأل ان ربنا يرحمه برحمته ويصبر اهله على المصيبة الشديدة دي. الحكاية اللي انا عايز اقوله ان احنا في مشكلة عندنا كعالم عربي، ان احنا مثلا واحد اتقتل في السعودية ولا واحد اتقتل في الكويت فالبلد كلها تكره البلد كلها. لا، دي افراد بيتسمى في امريكا هنا جريمة كراهية. واحد بيكره حد فقتله، فبلاش ان احنا السعودية كلها وحشة ونحارب السعودية والناس تطلع تعمل كليبات او فيديوهات او قنوات تطلع تشتم في البلد. لا، ده راجل لو السعودية ما جابتش حقه وما ما خدتش قصاص من القاتل بتاعه، يبقى احنا كحكومات وكدول وكشعوب نعمل اللي احنا عايزينه. بس احنا يعني ايه، كل التقدير للسعوديه، كل التقدير للكويت، مش عشان واحده جاهله اتكلمت بطريقه وحشه عن مصر وهنكره الكويت ونقعد نشتم في الناس اللي من الكويت. لا، مش كده. المفروض ان احنا يعني ترامب هنا كلب وابن كلب وجزمه. هل تبقى امريكا وحشه؟ لا، دي كشخص هو مسؤول عن مكانه. فما نعملش ان احنا البلد دي كلها وحشه. لا، زي برضو ما حصل قبل كده في ماتش مصر والجزائر، وتحولنا ان احنا كشعب مصري كاره كله شعب الجزائري، وده اخد وقت على ما العلاقات اتحسنت واتطورت وبقت افضل. فان احنا المفروض ما نجمعش كل البيض الفاسد في سله واحده. في واحد فاسد عمل حاجة، وطبعا الجرم اللي عمله ده جرم لا يغتفر، سواء كان مختل عقليا او مش مختل. ان هو يقتل واحد من الخلف ويقتله بسبع طعنات، دي حاجة وحشة جدا وحاجة يعني فوق الوصف. عشان موضوع هايف يقتله، عشان موضوع هايف ويقتله عشان حاجة ما تستاهلش. ما تقدرش، لا يزهق الروح الا خالقها. ما تتطورش، ما توصلش انك تقتل شخص ابدا ابدا. فاحنا احنا برضو مستمر بعلاقاتنا كويسة مع السعودية ومع الكويت، وحوادث فردية زي دي عمرها ما هتأثر على العلاقات، لأن احنا لينا أصدقاء في السعودية ولينا أصدقاء في الكويت ولينا أصدقاء في قطر ولينا أصدقاء في تركيا. مش معنى إن في دولهم ولا حكامهم ولا رؤسائهم وحشين أو بيتبعوا سياسة وحشة إن احنا نكرههم. لا، المفروض نطلع الحاجة دي من دماغنا. كشخص يتعامل كشخص، بلاش نجمع برضو البيض الفاسد في سلة واحدة. ده تعليقي على المقتل الشهيد احمد طه، ربنا يرحمه يا رب. وبسأل كل واحد شاف الفيديو انه يقرا الفاتحة ويدعي له ان ربنا يرحمه برحمته ويصبر اهله. واشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.